السلام عليكم أصدقائنا، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله زينين وبصحة وسلامة وعافية. اليوم مثل ما وعدتكم راح ننزلكم طريقة استعمال جدر الضغط اكو حبايبنا وصديقاتنا ونسائنا ما يخافون يشترون جدر الضغط، يخافون يستعملوه، يقولك يسمعون عنه طق وما طق مدري شنو. فهذا يعني اللي يصير هيجي بيه هذا ما يعرف، اما هذا يعني مسدودة ومتنق الهواء او شو اسمه البلاستيكي مالتها مشقوقة او يعني ما سادي عديل، فيصير اكو هيك او بعد حار ويفتحوه فيطفر عليهم. وهذا فاذا يستعمل صح جدر الضغط ويتأكدون من عنده، من يريدون يتأكدون من هاي مالته الفتحات اللي يعني مضبوبات عديل، هذه ما عليه اي شي. فهنا هذا هو جدر الضغط. شوفوا هاي فتحة من هنا يعني يطلع من عندها الهواء، التنفيس مالته الضغط، ومن هنا يقوم يفتر. تحطون هاي مالته يسموها الصامولة مدري شنو، اخر شي اول شي يطلع منها الهواء السراوكمية، وبعدين يبقى اخذ له 5 دقائق انه هاي تظل يعني تفتر. يطلع منها الهواء. هاي هسه نجيبها من قطلة، نجيبها نحطها هيك، يحطون هذه، فمن يصير ضغط يتنفس اول مرة من هنا، وبعدين ورا 5 دقائق تقوم تفتر. هاي يطلع لنا بالبخار. هاي لاستيكة اذا يعني تكون ما مشقوقة، ما يعني ما يعني مقطوعة، يعني اذا مفطورة او مكسورة، وهذه فلازم يتأكدون من عندها، لان اذا هاي ما يسدوا، اذا هاي البلاستيكة تكون ما مفطورة من الحواف، مشقوقة او معقوجة او ما محطوطة عدل، ما يستوي اللحم. هسه نجيب كأنه حاطته بجدر اللحم، تحطوا له ماي هنا، تحطون مثلا نص ساعة، تحطون على نص ساعة يستوي اللحم. إذا لحم هذا يعني لحم غنم، خاصة يعني اللحم غنم وهوش نص ساعة. بس إذا مثلا عجل أو هوش واللحم يعني هي هم نص ساعة شوية بعد. بس إذا كسور، إذا باكر ساعة ونص. هسه راح نحط الكسور هنا. هاي الكسور جبناهن مغسولات نظيفات، هنا غسلناهن نظيفات. بس حاطتنا نشيل بالفريز بمايهن اغسلهن مثل نظيفات شوية. هسه من بعد ما خلص هنا أنا جبتهن حطيت بصل وبصرة وملح. وتريدون تحطون ماي حار تحطون ماي بارد، هذا عادي يعني شي طبيعي بكيفكم. وتحطون ملح وتحطون كل الحوايج وهذه، لأن هاي تحب المي. الكسور مو مثل اللحم نص ساعة ونطفي، لأن هذا احنا نريد السوق مالته لازم ينسد عدل. هسه راح نطبقه. هذه لازم تدخل هنا، هيج يدخل، هذه لازم تدخل هنا. نطبقه هيج، ندوسه هيج، ندوسه وتفري. شوفي دخلت شوفين بعد ما ينفتح. ايش راح نسوي؟ نخليه يفور. من يفور يبدي الهواء يطلع منه هنا تنفيس، بعدين 5 دقائق تقوم تفتر. هاي هسه خليكم ويانا لما يفور الجدر وراويكم. شوفها طلع منه الهواء، يتوقف منه يطلع. وإن شاء الله هذا الفيديو تتعلموه، وصديقاتنا اللي يخافون يشترون جدر ضغط نفديهم لا تخافون.
واشترى جدر الضغط، وأسهل من عنده ماكو، واحد يتأكد من عنده، وهذه على تركيبه واستعماله صح. أي شي ما يصير بيه. فهنا أنا راح هسه راح يفتر ويعيش حياته. هاي هي خلاص. نخليه ساعة ونص يضل يفتر. احنا هنا الكرديات يحطلنا بالطرمة، يخافون من جوه، ساعة ونص أكثر حتى يعني ويحطلنا بالطرمة. بمن نسمع الجذور الضغط بالطرمة تفتر. هاي مالتهم. بس شوي قام يفتر. والمرة من هنا يطلع البخار والضغط، وبعدين منه. فدعمونا بلايك واشتراك وفعلوا لنا الجرس، وإذا عجبكم شيروا هذا الفيديو لأصدقائكم وأهلكم، ونجيكم مع السلامة. من نوخر هذا انتظرونا لآخر الفيديو. نوخر هذا يطلع البخار، وحطوا لنا لايك بعدين نفتحها. يعني تصعد القناة باللايكات والتعليق الحلو. هسه صار ساعة هسه نعتذر من عندكم، أنا صار لي كم يوم ما شو اسمه طلعت لكم فيديو، كنت ضايقة على هذا البزون، عندنا تمرض ومات وانقهرنا عليه. الحمد لله. فمن تريدون تطلعون هذه تفتحوها رأسا تشيلوها، أو تخلوه لمن يبرد يخلص الهواء مالته، يلا تشيلوها وتفتحوه. جزر، تاكينة مال جزر، بصل، وشدن، وهذا السمن. سلامكم والعافية. وهسه قاعد يفرغ هذا الهواء. هسه راح يخلص الهواء مالته، بدأ يخلص الضغط مالته والهواء. هسه راح يصير شكه هنا، ينفتح القبق، يعني يستحق ينفتح، ماكو بيه ضغط. سمعتوها؟ هاي يعني هسه بعد ما بيه ضغط راح نفتحه. ولهنا وخلصنا استوى. شلون يشتغل جدر الضغط وشلون تستعملوه، وخلونا لايك واشتراك، وإن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. نقولكم مع السلامة. واستوت الباشا وكانت كلش طيبة مستوية كل زين. ومن تريدون غسلوا الجدر، غسلوا الاستيكة، وحطوا بالقبق ماي ينزل من جوا من هاي الفتحة، يعني نطفتوا وغسلوا هاي مالت الفرارة كمل. وهذا الجدر وهذا القبق راح نغسله. هذا راح نغسله ونغسل هذا، نخلي ماي بيه لما ينزل منه الماي، يعني نظف هذا مالته، ما تصير بيه تكلسات من جوا. شلون قوية هاي. ها سلامكم العافية.